السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو كده ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. النهارده هعمل معاكم شوربة العدس القمر دي، ان شاء الله طريقة تعجبكم وسهلة جدا ان شاء الله. معايا جزر وبطاطس وطماطميتين اتنين وفصين توم مفرومين وكوباية عدس واحدة. تمام، العدس الاصفر ده. معايا بطاطساية واحدة وكم واحدة جزر، هو الجزر صغير مش كبير، ومعايا طماطميتين ومعايا فصين توم مفرومين. خلاص كده هحط بقى العدس في الحلة دي اللي هناك دي. هحط كوباية العدس، اللي طبعا كوباية العدس دي مغسولة كويس جدا ومتصفية. خلاص نزلت بيها في الحلة دي. هنزل طبعا بكل المكونات اللي معايا، وفي كمان بصل. تمام، في بصلاية كبيرة معايا، يا اما بصلتين صغيرين، اللي عندي كانوا صغيرين حطيت اتنين. خلاص البطاطساية هي قطعتها كده والجزر بقطعه، وحطيت كوباية العدس المغسولة، وهحط التوم والبصل. خلاص كده يبقى حطيت كله كده على بعضه، وممكن كمان احط كوسة بس ما عنديش. خلاص دول كانوا بصلتين صغيرين حطيتهم، وبطاطسية واحدة وكم واحدة جزر صغيرين كده، وطماطميتين وكوباية العدس وفصين توم مفرومين. حطيتهم بقى على البوتاجاز وانا مشغله الغلايه، هحط عليهم الميه السخنه واسيبهم بقى كل ده، عايزاه يستوي كله مع بعضه. خلاص عايزاه يستوي كويس جدا. اهي دي ميه سخنه، هسيبه بقى كده مع نفسه يستوي وهنشوف هنعمل ايه. طبعا العدس سهل جدا مفهوش اي حاجه يعني. خلاص كده اهو، شايفين شكله هو كده خلاص بيستوي معايا. هنزل بالتوابل بقى دلوقتي، ملح وفلفل اسود وكمون، وهحط كركم. خلاص الكركم بس عشان كمان يعزز اللون معايا. خلاص انا حطيت الملح الاول، وهو الفلفل الاسود، وهحط كمون بقى، الكمون حبة كده حلوين. العدس حلو جدا في الشتاء، واليومين دول بقى الجو ساقعة. حلوة الاكلة دي في الشتاء يعني، معروفة يعني العدس عندنا في مصر. الجو يمطر نعمل عدس. شايفين ده كده شكل الخضار كله كده مع بعض. طبعا بسيبه لحد ما يستوي خالص اهو. هو كان هنا خلاص استوى. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هطفي بقى عليه النار وهحطه في الخلاط اهو. جبت شفشق الخلاط ونزلت بالكميه اللي معايا، هي خدت شفشق واحد. تمام، هضربه كويس قوي قوي، طبعا هو فيه كل التوابل وفيه كل حاجه. نزلت تاني بيه في الحله علشان بس ياخد غلوه كده واحده، وخلاص على كده هو مستوي وزي الفل. انا بقى حبيت اعمل ايه، عملت له تاتش توم، يعني حطيت حته سمنه، وعليه سمنه طبعا او زيت اي ماده دهنيه. حطيت عليهم فصين توم صغيرين مفرومين، واديتهم لون ذهبي كده، وبعدين نزلت بيهم ايه على العدس. خلاص هو هنا خلاص خلص معانا اهو. انا حمرت عيش، قطعت العيش كده بالمقص مثلثات وحمرته في الزيت، وده كان شكله كان مقرمش وجميل. وده الشكل النهائي للعدس، شكله جميل وطعمه تحفة. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. مستنية تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.